ده ماشيه معاه بالصدفه، ماشيه معاه كده بالضالين. الفرنسيين قد سحروا امام المرمى. ده في عفاريت في الجول، ده في سحر بقى هنا، ده في سحر هنا، الكره مش عايزه تخش. انا كنت قاعد امام الشاشه خايف. فمين اللي هيهاجم؟ اللي هيهاجم ده يبقى راجل من هنا اسود. وصلونا ان الجمهور بيعيط عشان ما وصلش نهائي كاس عالم. شفت الفخر، مدى الشرف والفخر يا محمد. الجمهور المغربي الموجود بيعيط عشان فريقه ما وصلش نهائي كاس عالم. تحيه كبيره وشرف بالنسبه لنا، وشرفتونا ونفتخر بيكم دائما. فتحتوا لنا باب الامل. ولد صغير، جمهور زعلان يا جماعه. وصلونا ان المنتخب عربي جمهوره زعلان عشان ما وصلش نهائي كاس عالم. ما هذا الفخر، ما هذا الشرف. والله وما فيش حد بخل. الواحد جسمه اشعر لما يجي بيتكلم عن المنتخب المغربي، ودي حقيقه. انتوا فتحتوا لنا باب امل، انتوا وحدتوا العرب اللي بقالهم سنين متفرقين. كرة القدم المغربية وحدت العرب، وحدت 400 مليون، ووصلتوا لنا حلم احنا عايشينه، ونفخر اللي احنا عايشين هذا الحلم، ان فريق جمهوره ولاعيبته بتعيط عشان ما وصلش نهائي كاس عالم. فهذا فخر وشرف، وشرفتونا، ولا مجال للنقد، ولا مجال ان احنا انتوا بداتوا غلط ولا المدرب بدا غلط. انت بتلعب حمل اللقب، فبطولة كبيرة، ملحمة، 6 مباريات ملاحم تدرس. اول فريق دفاعيا ممتع وهجوميا ممتع، بدون كرة ممتع وبكرة ممتع. خطفت القلوب يا وناحي. زياش اول مرة اشوف بطولة لزياش منضبط من الناحية الهجومية والناحية الدفاعية. نصيري، سايس كابتن الفريق، حكيمي، كل اللاعبين بما فيهم المدرب الوطني. فتحية كبيرة ليكوا، كبيرة كبيرة، شرفتونا. ولازم يستحقوا استقبال ابطال. حتى المركز اللي خد المركز الثالث والرابع اتمنى ان ياخدوا المركز الثالث. استقبال ابطال. شرفتوا 400 مليون عربي، شرفتوا الامة العربية والامة الاسلامية، وحدتوا العرب والمسلمين في خلال 25 يوم. رغم الخسارة من فرنسا أبتسم وفخور. نعم، المغرب خسر مع بطل العالم، مع حامل اللقب، بس قبلها طلع بطل العالم السابق إسبانيا، وطلع ثاني تصنيف العالم بلجيكا، وطلع البرتغال بطل أوروبا، وهزم كندا، ووصل لنص نهائي عليه هدف. الناس بتقول لك بالحظ، أي حظ؟ 28 منتخب صيفوا. أوروغواي حاملة بطل العالم مرتين برا، وضل المغرب. هذا ما اجى من فراغ. قبل ما نتأهل لكأس العالم كان بدنا الدور الثاني. مع المغرب صار بدنا كأس العالم. هم اللي خلونا نحلم، فخلينا نوقف معهم، فايزين وخسرانين. هم الآن واحد من 4 بالعالم، شاء من شاء وأبى من أبى. واللي عم بيشكك يشرب من البحر. ومليار مبروك كمان. اقول لك على حاجه، يعني انت بتقول اللي يهاجموا، مين اللي يهاجم؟ يعني انت بتقول اي حد محدش يعني يهاجم. لا بص، اللي بيهاجموا ده بيبقى ما بيشوفش. يعني انا هقول لك بمنتهى الامانه، النهارده فنيا المغرب اعلى من فرنسا بكتير. فرنسا النهارده اخطف واجري او انتش واجري، خبره، جابوا جون في اول 5 دقائق، ده اللي فتح الجيم بالنسبه لهم، وعملوا زون ديفنس وخايفين من فرقه المغرب هنا بقى تقدر تقول ايه؟ ان ما حدش يقدر يهاجم. ليه؟ لان الركراكي عمل حاجه كويسه قوي، ان هو نازل الاول باسلوب دفاعي، وده طبيعي. واي حد مكانه اللي يقول لك لا هو بيلعب دفاعي ليه، لا يلعب دفاعي
ده انا بلعب ضد بطل العالم، ضد بطل العالم. عارف يعني ايه بطل العالم؟ واخد بالك؟ لازم انا الاول اامن نفسي. دخل جول قلب الطريقه. هنا بقى امكانيات المدير الفني اللي هو يتفوق على ديشامب ويقلب الطريقه من الحته الدفاعيه للحته الهجوميه، ونشوف ان طول ال90 دقيقه ان المغرب هو اللي راكب الجيم، المغرب هي المستحوذه، المغرب هي الاكتر. بعد كده ما شفناش فرنسا غير في الجون الثاني. ولو في حظ الكره اللي جت في القائم تخش جول، ولو في حظ الكره اللي وقفت تحت رجل المدافع. واخد بالك؟ ده في عفاريت في الجول، ده في سحر بقى هنا، ده في سحر هنا. الكره مش عايزه تخش. طب يا سيدي 2-1 الناس دي ماتت يعني، حتى كمان يعني، بس ربنا له حكمه. المهم يعني، فمين اللي هيهاجم؟ اللي هاجم ده يبقى راجل من هنا. واحنا حد كان متوقع من الناس في المغرب والناس في العرب كلهم ان المنتخب المغربي يعمل الاداء ده، يعمل الكره دي؟ انا النهارده اول مره يلعب كوره، اول مره المنتخب المغربي يلعب كوره. يلعب كوره ازاي؟ انه كان طبعا ده طبيعي، فاحنا قلنا ده ماشيه معاه بالصدفه، ماشيه معاه كده بالضالين. انما النهارده بعد 5 دقايق ويخش جون فيه ويقلب للطريقه الهجوميه ويخلي فرقه فرنسا كلها اجعص واحد فيهم بيقابل من نص الملعب، وحظهم كان سيء. مباراة النهاردة كلنا تابعناها أكيد، ولا أتجاوز في الحوار أن المنتخب الفرنسي في معظم أوقات المباراة كانوا أقزاما أمام المنتخب المغربي، واستطاع المنتخب المغربي أن يتلاعب بكل خطوط المنتخب الفرنسي، ووصل أكثر من 6 مرات داخل منطقة الجزاء، منهم 3 مرات أهداف مؤكدة، وكأن الفرنسيين قد سحروا أمام المرمى، شيء لا يصدقه عقل في الفرص العظيمة اللي أتيحت للمنتخب المغربي، وخصوصا لاعب عبد الرزاق اللي ذهب أكتر من مرة. البديل اللي نزل في الدقيقة 62 كان له فرص مؤكدة، وكورة أمام خط المرمى ما هيش عايزة تخش. أنا عارف أن التاريخ لا يذكر إلا الأرقام، والأرقام بتقول أن المنتخب الفرنسي قد فاز على المنتخب المغربي في نصف النهائي بهدفين نظيفين، ولكن نحن كعرب وأتصور كأفارقة لن ننسى على الإطلاق أداء المنتخب المغربي أمام المنتخب الفرنسي بطل العالم. هنتناسى تماما لغة الأرقام في هذا الوقت، ولن نتذكر إلا الأداء رفيع المستوى. منتخب النهاردة المغربي ما بيلعبش عشوائي، ما بيلعبش بحكاية الروح. انسى حكاية الروح، دي موجودة ومهمة لكن روح دون فنيات ودون جماعية على أرضية الملعب ودون فهم عميق لواجبات المراكز ودون تحركات واعية في كل أرجاء الملعب، الروح ملهاش أي قيمة خالص. سيبك إن جه هدفين، جه هدفين. الهدف الأولاني كلنا تابعناه، دربكة سريعة ونصيب في أول 4 دقايق، والجون الثاني في آخر 4 دقايق. لكن حط في الوسط ده كله المنتخب الفرنسي أقزام على أرضية الملعب، المنتخب المغربي سيطرة وهيمنة كاملة. سبحان الله، أنا قبل المباراة بمنتهى الصراحة كنت خايف جدا.